ما زلنا في سلسلة ازاي تقفل، والنهاردة معانا المادة التانية من المواد الدينية وهي مادة التوحيد. مادة التوحيد مادة سهلة في مذاكرتها وفي مراجعتها وفي اسئلتها وفي امتحاناتها، يعني مادة درجاتها مضمونة جدا. وفي الفيديو ده هنجاوب على 3 اسئلة. السؤال الاول هي من كام، السؤال الثاني امتحانها او نظام امتحانها بيجي ازاي، السؤال الثالث واهم سؤال في الحلقة هو سؤال ازاي اخش امتحان التوحيد واقفله في ربع ساعة او في تلت ساعة، والله والتلت ساعة وربع ساعة ده من غير مبالغة يعني، واطلع. يلا بينا يلا بينا. مادة التوحيد كده اولا زي ما بقول كده من اول الفيديو هي مادة سهلة، مش محتاجة لتعقيد، ولا هي مادة صغيرة اولا. ما فيهاش حاجة معقدة، ما فيهاش حاجة صعبة الفهم، ما فيهاش حاجة صعبة الحفظ، يعني كلها حاجات سهلة. طيب، اولا السؤال الاول اللي هو بيقول ان درجاتها من كام، مادة التوحيد من 40. تمام، ويعتبر اسهل 40 درجه تجيبهم في الثانويه الازهريه من وجهه نظري انا، اسهل 40 درجه تجيبهم بالنسبه لحفظ القران وبعدين التوحيد على طول. تمام، فالتوحيد اسهل 40 درجه تجيبهم. تمام، يبقى اول حاجه عرفنا ان هي من 40. تاني سؤال عندي النظام اللي بيجي بيه الامتحان. الامتحان عندك بيجي ايه؟ بيجي اول حاجه في سؤال يتضمن التعريفات، يبقى اول حاجه التعريفات. والتعريفات ساعات بيتضمن دليل، يقول لك عرف مع الدليل. تمام، وممكن سؤال الدليل ده يكون وعدين، يبقى تعريفات ودليل. تالت حاجة في الامتحان بتكون آراء العلماء. وآراء العلماء ممكن يجيبوا في اختيارات، وممكن يجيبوا في صح وغلط، وممكن يجيبوا في تعليلات. آراء العلماء في اختيارات، في صح وغلط، في التعليلات. وآراء العلماء بيني وبينكم كده هو أصعب حاجة في التوحيد. احنا قلنا هي سهلة كلها في العموم، بس أصعب السهل اللي فيها دي اللي هو آراء العلماء. تمام، عشان في ناس كتيرة بتتلخبط، وهي أكتر حاجة بيلعب عليها في الامتحان في مادة التوحيد هي آراء العلماء. تمام، يبقى كده قلنا سؤال إيه؟ آراء العلماء. بعد كده في التعليلات، والتعليلات دي مهمة وسهلة، يعني هي مهمة، يعني لو صعبة أقول لك صعبة، إنما هي سهلة. كل تعليلة في 3 4، يعني مش مبالغة إن أنا أقول لك هم 3 4 كلمات يعني. بس في ناس بتحس ان هي ماده التوحيد، انا معتبر ماده التوحيد دي ما يعتبرهاش ماده، بس في ناس بقت تقول لك ده ماده توحيد يا عم، ده توحيد، وما يذاكرهاش السنه كلها ويجي وقت يزنق زنقه سوده. مش عايزين نغلط، احنا في رمضان. زنقه سوده. طب واحنا على ماده التوحيد ده ماده سهله جدا، ولا تقول هي صعبه ولا تعقد نفسك. اللي عليك هتعمله، وكده هنجاوب على السؤال الثالث ان انت تخش كيف تقفل الامتحان. التعليلات تحفظها كويس، التعليلات تحفظها كويس. اراء العلماء تحفظها كويس وتعرف الفرق بينهم، هم مش هتلاقيهم كتار، بس تحفظهم كويس وتعرف الفرق بينهم. يبقى قلنا تعليلات، وقلنا اراء العلماء، والادله. الادله دي فيها شويه كلام. ليه؟ لان في الادله في ناس كتيره او طلاب كتيره يروحوا يحفظوا اول دليل او تاني دليل، ويلا ادينا كده عرفت الدليل، بحيث انه جالي الدليل اكتبه له. هو ما يعرفش ان في الامتحان ممكن يجيب له هو الدليل. يعني في الامتحان يقول له إيه؟ بما تدلل على قول الله تعالى، ويقول له الايه. يجي بقى يقول له الحديث بما تدلل على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له الحديث. طبعا هو مش حافظ الا اتنين، يعني في ادله عندكم فيها 4 ادله من الكتب، من الكتاب واتنين من السنه مثلا. تمام، فهو يحفظ اول واحد من الكتاب ويحفظ واحد من السنه، ويلا يجي في الامتحان هو يجيب له اخر واحد من الاربع. ما هو من الامتحان مش طيب، هو اللي بيحط الامتحان المستشار مش طيب يعني، للدرجه ان هو يديك اول واحد ويقول لك اهو، يروح يجيب لك الرابع. ليه جاب الرابع؟ ده اربع دليل، ما جابش الاول ولا الثاني. ليه يقول لك ايه؟ لان الناس او الطلبه لما تيجي تذاكر بتذاكر اول واحد وثاني واحد، انما محدش بيبص على ثالث حديث، على ثالث دليل او رابع دليل، فيروح جايب ثالث دليل او رابع دليل، يوجع طلبه كتير. وانت عليه يبقى الادله تحفظها كلها كويس جدا. لو ما قدرتش تحفظها كلها هي سهله، انت لو حافظ القران بالنسبه لك سهله. تمام، لان انت لو فهمت الايه بتتكلم على ايه وفهمت مضمون الدرس بيتكلم عليه، فتعرف تطلع الدليل وتعرف ان الدليل ده تبع الدرس ده والدليل ده تبع الموضوع ده. تمام. تمام، يبقى الدليل تحفظها كلها، وزي ما قلنا ما قدرتش تحفظها كلها احفظ اول اتنين واجرى الباقيين. لازم أن تعدي على الباقيين، لازم انت اللهم بلغت اللهم فاشهد، لازم أن تعدي على الباقيين. اللهم بلغت اللهم فاشهد. طيب، بعد كده عندنا التعريفات ده السؤال الاول، اول ما تخش على اول موضوع سواء الجنه الملائكه اي موضوع هتقابله قدامك يقول لك التعريف ده لازم تحفظه. ليه؟ لان بيجيب الامتحان كله ايه؟
تعريفات. طيب بعد كده اخر حاجه عندي اللي هي ايه، او اخر ملحوظه، وملحوظه مهمه جدا، ان امتحان التوحيد بيبقى 90% من الامتحان متكرر من الامتحانات السابقه، فلازم تحل الامتحانات السابقه. ده كل ما يخص ماده التوحيد. اتمنى ان انا اكون لميتها كلها في الفيديو ده، وما سبتش حاجه ما قلتهاش، او ما سبتش حاجه يعني هتنفعكم وما قلتهاش. واتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى اللقاء في ماده جديده.